سيادة المدير. جاتك البلا وانت غتت. انا اللي غتت. اوكي العمدة. اتفضل كم. هذا وقد قام رجال مباحث الآثار بالبحث بعد استجواب المتهم سالف الذكر حتى عثروا على مخبأ سري وهو عبارة عن كهف بمنطقة القورين القريبة من التل الكبير، وقد عثروا في ذلك الكهف على كمية كبيرة من الأسلحة، ومن المعتقد أن تلك الأسلحة قد شاركت في معركة التل الكبير التي انهزم فيها الجيش المصري الباسل بقيادة البطل أحمد باشا عرابي، وبالنشرة طائفة أخرى من الأنباء. يا اخوان الراجل دي مش مجرم ولا مجنون، الراجل دي من اهل الكهف بجد. مظبوط. وهو يعني عبد الزناتي وحجاز اتجننوا من قليل. انا شفتوه والله العظيم شفتوه، وحتى بالقمره كانوا 3. لا كانوا 4. وانا بقول لك 3. العمده انا اللي قلت يا ولد. ايوه يا عم فضل. ولا تقول الناس يا بخيل انهم كانوا 5، اصل الخلايا لها الرباط. لا يا رجال دول كانوا 3. ده انا سامع عنهم وانا جاي من مسجد بخاف، بصيتهم واصل لحد طوق البراق وشبيه وسنجل وطنبوس وعزبة الأزرع وغيرها. جريان من المخلوق، انتوا هتفضلوا تتعاركوا 3 لا 5 ويتمثلوا اللي جايين عشانه. هما فين دلوقتي يا عم؟ ما هو دي الكوتشات اللي جنبني. بس يعني انت هتبقى معصب الحكومه. اتفضل يا سيادة المذيع كمل. ولا ما تتفضلوا تنزعوا الانباء وانا اسمعكم، ما هي صادت خلاص. معلش الناس من عشانها برضه. بس انت خش في السياسه الدوليه عدل وسيبك من الزيطه والزنبليطه دي. بقول لك ايه يا عم؟ ممكن سؤال لو سمحت لسياده المدير؟ حاسجة قوي يا عمدي. بقول لك ايه يا حضره المدير؟ نعم يا سيدي انت كمان. هم لما راحوا الكهف لقوا حد هناك؟ لا طبعا، هو انا ما قلتهاش في النشره. لا مقصود. والله دي قلتها. اسمعوا بقى اخبار الامم المتحده عشان العمليه خربت خالص. خربت الله يخربها. يا عايزين نشوف اخبار الامم المتحده. اتفضل يا سياده المدير. ماشي يا عمده. ما زالت ردود الافعال تتوالى في مختلف البلاد ودول العالم للتعبير عن الغضب بعد قرار حكومتنا الرشيده بالموافقه مبدئيا على مطالب منظمه الكوكتيل الثوري في سبيل الله ليميتد. ففي سويسرا وكندا واستراليا والنرويج وليتوانيا والمجر وزرزاريا وزرباطيا ومدغشقر والهند واليونان وايطاليا والمكسيك. الا قولوا لي انتوا وراكوا حاجه الاول؟ اتفضل كمل. هاتوا الشاي. امسك حبر يا ولد. حاضر يا خضراوي. وفي غانا وبوتسوانا وجزر القمر وبنجلاديش والصين واليمن وباكستان. ايه الكهف؟ بعد اذنك كده عايزين نفهم يعني. ماشي. وفي عديد من البلاد الأخرى ومنها كوبا وتاهيتي والسلفادور والصومال والسنغال وكل بلاد العالم الأخرى. لا هي الحقيقة مش كلها يا عم. ايه الكلام؟ حصل ايه في البلاد اللي حصل فيه؟ ماشي اتفضل ارتاح وانا هكمل لك. اتفضل ارتاح. قامت المظاهرات مطالبة باتخاذ قرار دولي لحماية آثار مصر، وكان ذلك تدعيما واستمرارا للمظاهرات السالف الإخبار عنها في ذلك الشأن. هذا وقد انعقد مجلس الامن الدولي الليله الماضيه ايه الشاي يا عمدي؟ يا ولد على الحاجني. اتفضل يا خضراوي. يا علي شكرا. الهنا والشيف. اتفضل يا عم. يا والله العظيم جيت وقتك بتاع ضربات يا دين. الهنا والشيف. ودي خرجه هنا. سيادة المدير. روح له اسقيه. يا سلام. والله ما هي قد محلوله. اتفضل يا سعاده الباشا. شكرا. بالهنا والشيف. شكرا. مطرح ما يسري يمري يا اخويا. لو سمحت. ايوه. وصل السكر. كمان. من حلاوه كلامك يا اخويا. والله يا خضراء انا سابك عشان خاطر حضرة العمدة. كده؟ والله. معلش يا ولا خضراوي، يمكن لما يشرب الشاي يجيب لنا اخبار حلوه. وهو دي وش اخبار حلوه. اقعد يا انت هو. عفوا. اقعد يا. اتفضل يا سيادة المدير. هذا وقد انعقد مجلس الامن الدولي الليله الماضيه لمناقشه اقتراحات امريكيه قدمت للموافقه عليها كمضمون لقرار المجلس المنتظر، وقد صيغت المقترحات على النحو التالي: إن مصر كما يقولون هي أم الدنيا، ولما كانت قد كبرت في السن حتى إنها لم تعد قادرة على التفكير الصائب الرشيد نحو قضية وحماية التراث، فإن لكل شعوب العالم وهم أبناء لأمهم مصر كل الحق في الحجر عليها تطبيقا للقانون الدولي ممثلا في قضية حماية التراث. ومن هنا فإن مجلس الأمن قد قرر الآتي: أولا تكوين جيش كبير جدا
لغزو مصر والسيطرة عليها في جميع الأمور نحو حماية الآثار. ثانيا أن يتم الهجوم فورا على مصر لإنجاز هذا الهدف العظيم في أقرب وقت ممكن، وأن لا تخرج قوات الأمم المتحدة من مصر أبدا. ايه ابدا يا عمري. وقد طرحت المقترحات الأمريكية للتصويت، وقد وافق مجلس الأمن على مضمونها إجماعيا، كما أصدر القرار رقم 999999 في هذا الخصوص. يا نهار اسود، دول هيهجموا علينا خلاص يحتلوا ارضنا. وكتاب الله وكتاب الله اللي يجرب من ارضي لكن واكله بالثاني واكل يا عمد. جدع يا عمري، وهي ارضك وحدها يا الزحمه، دول هيحتلوا البلد كليتها. يحتلوا البلد كليتها يعني ايه؟ يعني ايه؟ ليه؟ هو ليش الخبر ولا خيال معاد؟ يا المشاكل المفروضه دي البلد كليتها يعني مصر. القوات الامريكيه على وصول، ده انا كان قلبي حاسس. بعدين يا اخواتي اهو هنقعد ندي ببلاش نكمل شغلنا ونقول كلمتين باقيين. لا لسه فيها كلام تاني. ايوه يا عبده، دي الحكومه المصريه مقدمه طعن من محكمه العدل الدوليه. عدل دوليه؟ طبعا. تعالى قابلني وابقى قابلنا انا كمان يا حد اخوي. يقابلك؟ اقعد بقول لكم يا رجاله اشوفكم ان شاء الله على نشر الساعه 12 اذا كنا هنعيش للساعه 12. سلام عليكم. خد تعالى لي يا حبيبي، تعالى. خد الشاي بتاعك مش عايز. ايوه هات الشاي بتاعك. بقول لك ايه يا ولد الغبره، كلها ساعه واحده بس هي وتيجي مذيعه تهز للانباء وتجيب المستخبي كله يا اخوي. امشي بتاع ضربات يا وزريات صدقني. وهي عاد فيها مستخبي يا شيخ الغفار. انا طالع اقول على الحج. ايوه النبي بالاذن يا رجاله. اتفضل يا عمدي. والله العظيم بتاع ضربات يا دي ولا يا خضراء. بقول لك ايه يا واد، بس الرجال دي العمده مش موجود يا واد. انت مش ملاحظ ان الوقت ده احمد نام؟ اي والله نام صحيح. يا ولا عايزين نصحيه. يا ولا ما تجلدينا على القناه 66 بتاعت الاعلانات. ما لا يطلع لنا بتاع ضربات يا تاني بيه. ضربات ياسمين وبتاع مين يا ولا؟ بقول لك البت بتاعت الاعلانات بتاعت سيدي احمد كده. ايوه كل واحد فيكم كده بقى مع بعضيكم يطلع لي 1000 جنيه في ايدي. ايه ولا القناه بتاعتنا دي ب 1000 جنيه. انت تقلب ومالكش دعوه، الفلوس عندي يا عارف. ده نفس سداد. هذا الكتاب الجديد كيف تموت مستريحا، تأليف عبد الحي الأرندلي، الناشر حنوتي الأمل. احجز نسختك من الآن ولا تجعلها تفوتك حتى لا تموت من الحظ. يا ولا عيب كده، ارجع. جهز نفسك بمناسبة الأحداث القادمة. محلات عنصر بتقدم أفخر الأكفان. ما خلينا نكمل الدم. بتقدم أفخر الأكفان بأرخص الأثمان. لا تنتظر حتى يختفك الموت فجأة، واشتري من الآن أرخص الأكفان بأوفر الأزمان وبالقسط المريح. ايه الهنا ده يا احمد؟ ايه دي؟ وانا في النص كده؟ أعوذ بالله بتفول عليا خضراوي. جاي من الحنوتي. القمر ده حنوتي يا عمدي. اقفل الزفت دي. حاضر. اتقمصت مش لوحدي. هو جراه في الدنيا. الظاهر ان الساعه خلاص قربت يا عمدي. يا جماعه اتفقوا خير، واحنا باذن الله ربنا ينصفنا نصفه كبيره قوي عليهم يا عمد. قوي عليهم يا عمدي. بأمارة يا ابو المرمومية. بأمارة المعجزه الكبيره اللي حصلت نواحينا بتاعت اهل الكهف يا شيخ الغفر. هي دي برضك مش علامه خير ولا ايه يا حضره العمد؟ بقول لك ايه بقى يا حضرة العمر؟ احنا جايين عشان نسألك في الحكاية دي. اتكلم يا عمد واطمن قلوبنا. يا اخوانا انا موصلهم لحضرة الكبار بنفسي، وهو برضك العمدة مش عايز يتكلم. يا عمدة ما تتكلم ايه؟ ايوه يا عمدة، ما قلت ايه بقى؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. حطونا بالسنة دلوقتي وخلونا في المصيبة اللي احنا فيها. خش عليه. يلا بقى يا عمدة اتكلم. دي انت ايه؟ طمنا يا عمدة، لحسن الواحد خلاص عقله هيشد. كنتوا قلت ايه يا عمدي؟ هم كانوا كام يا عمدة؟ شكلهم ايه يا عمدة؟ ما تقولش ما اعرف، انا بوصلهم لحدك. بقول لك ايه يا عمدة؟ هم كانوا شباب ولا سياح؟ هم مين يا مجانين منك؟ له احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ما انت عارف هم مين؟ الجماعة اللي كانوا في الكهف. وايش عرفني العقل والدين يا رب؟ يبقى انت يا عمدة قبلتهم وعلشان كده خايف تتكلم. ايوه هي جيت ومجايز مخبيهم
وكلتني شدادين برقبتنا في اي حد تؤمر بيه. طب يا اخويا هو بس يا فالح بس حطك انت فين؟ العمده هيقول لنا الموضوع بالظبط. ايه؟ انا كل دماغي في اللي هيحصل. انتوا ايه ما عندكمش دم؟ ما بتفتشوش؟ لا بقى انا تعبان وعايز ارتاح شويه. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام. سمعت يا الاخبار؟ الامم المتحده خلاص جهزت جيش كبير عشان يحتل مصر. شفت المصيبه؟ تعال انت الاول وشوف اهل بلدك اللي اتجننوا كلهم. ده بيقولوا انني مخبى اهل الكهف عندي. شفت العالم اللي مخها ضرب؟ شفت البلد كلها في ايه وهم في ايه؟ ايه الكلام ده يا رجال البلد؟ هو لسه في كلام في الحكايه دي؟ ما خلاص بنت الفوله. فضلوا هم يشغلونا بحكايه الكهف واهل الكهف لحد ما جهزوا الجيش الكبير اللي هياكلنا في اكل. وانتوا تقولوا لي كهف وما كهفش. يا استاذ عبد الحميد انا المصطلم لحد الدوار بنفسي. ايوه يا اخويا، وانا الغفر بتوعي جابهم لحد الدوار. والناس في البلاد اللي حوالينا. بطلوا بقى الهباب اللي بتعطوه ده. يلا يا انت بطل تفينا. ايوه شباب بكره بعد العشاء معانا ان شاء الله. عبد الحميد والاستاذ نديم هيفضلوا معانا وهيحكوا لنا على كل حاجه. يلا يا ولد. ايوه الاستاذ نديم والاستاذ عبد الغفار. ايه ده بتضربني؟ ايوه وانت لا بقى ده تاني بقى. يلا يا ولد. يلا لا بقى. السلام عليكم. ايوه يا عمر، انت بعت لي عبد الحميد يقلب عليا الكفر ليه؟ خير ان شاء الله. يا استاذ نديم انا مقدرك يعلم ربنا اكثر من اخويا. وانت الراس الكبير اللي في بلدنا واكبر عدل فيه. ايه الحكايه يا عمده؟ ما تخش في الموضوع. الكلام اللي هقوله لك ده امانه رجب. انا بقول لك اهو. انا ابتديت اقلق. انا طالع اطل على الحاجه جدتي. اصل من ساعه ما جيت من مصر ما شفتهاش. استنى يا عبد الحميد، انت كمان يا ابني الكلام ده امانه في رقبتك، لان لو جرى لي اي حاجه. ما تتكلم يا عمده، قلقتنا. تقول يا بابا هي ايه الحكايه؟ اذكر يا عبد الحميد دلوقتي نعرف. الامر لله من قبل ومن بعد. انتبهوا لي كويس علشان انا خلاص ما عدتش قادر، والعدل هيشت مني خلاص. طول النهار عمال ادار واخبي لكم كل حاجه ليها حدود ومصير كل شيء يبان، بس المهم انه يحصل لما يقول الاوان. واحنا سامعينك يا عمده. الجماعه اللي كانوا في الكهف اللي هم جماعه عرابه بس. اوعى يابا، اوعى تدخل عليك اللعبه دي انت كمان، لان ده ملعوب. والكلام اللي مش ملعوب يا عبد الحميد، مش ملعوب يا ابني. ربنا سبحانه وتعالى امر وامره قدر. ايه الحكايه يا عمده؟ ممكن تفهمنا؟ يعني الجماعه دول والله العظيم ما انا عارف اقولها ازاي. انت ايه رايك لو كنا في الحكايه دي؟ انت نزلت مصر ورجعت ما حدش شافك، كنت عايز اعرف رايك يعني. انا هقول لك يا عمده، ولو اني كنت عايز نركز كل تفكيرنا وجهدنا في حكايه المصيبه اللي جايه دي، لكن معلش برضه انا هجاوبك. انا سالت صديق قديم على حكايه العسكري اللي قال على حكايه الكهف ده، قال الراجل ده مش مجنون، وكل التفاصيل اللي قالها عن جيش عرابي مظبوطه. طيب جاب التفاصيل دي من فين؟ الله اعلم. هو ذات نفسه الراجل ده له ده عنده 30 سنه ومالوش اي اسم في اي سجلات، وبعدين الاوراق اللي معاه كلها سليمه ومن ايام عرابي بجد. يا سبحان الله، آمنت بيك يا رب، آمنت بيك يا صاحب القدس. ايوه يا عمده، بس ده مش كفايه صدق، ده كلام غير حواديت. مش ربنا قادر على كل شيء يا استاذ نديم؟ وربنا ادانا عقل ولازم دليل اكيد يا طب عمده. ما تقول لي يا استاذ دي، هم ليه ودوه مستشفى المجانين بدل كلامه سليم زي ما انت بتقول؟ هم اللي ما ودوهوش يا عبد الحميد، هم اللي بيقولوا كده، رغم ان هم متاكدين جدا ان هو عاقل وعمالين يستجوبوه لغايه دلوقتي، وهو على ما قال يعني كان مسؤول التعيين في القضايا كان بقياده محمد بكعي بيه. آمنت بيك يا رب يا صاحب القدس. انت كنت راجل ده فين؟ الاميراي محمد بكعي بيه، البطل اللي ملوش قبر معروف لغايه دلوقتي، وده كان من اعظم الابطال في تاريخنا الوطني. كانوا مازال يا استاذ نديم. ايوه، ما هو الشهداء ما يموتوش يا عمده، ولا اللي اراد ربنا انهم يعيشوا. انا عايز اعرف بس عايز توصل لايه بالظبط؟ وبعت لي عبد الحميد يقلب عليا الكفر ليه؟ انا طبيعي كنت هاجي لك اول ما اجي من المركز عشان نجمع الرجاله وندبر على الامر في المصيبه اللي جايه في السكه دي. خلينا دلوقتي في محمد بكعي بيه يا استاذ نديم. ما تخلينا يا احسن في الموضوع اللي انت عاوزنا علشان هو ده الموضوع وهي دي الامانه اللي في رقبتي. فهمت؟ انا فهمت. انا فاهمك من الاول يا عمده وعمال اغلط في نفسي، لكن معلش كلامك دلوقتي ملوش غير معنى واحد عنه. انت كمان انصبت بهستيريا الوهم الجماعي اللي انصاب بيه كل اهل البلد،
وهتبتدي تقول كلام زي كلامهم على حكايه الكهف دي، معلش يا عمده ما تزعلش مني، انت لازم تروح دكتور